السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس محمد الحوفي، مركز الحوفي للصيانة. النهارده معانا محضرة الطعام ديت. العميل بيشتكي ان صوت المحضرة مش كويس والموتور بيعمل اصوات غريبة شوية. طبعا هو لما بيقول لنا موضوع الصوت ده دايما بنشوف هل الموتور فيه مشكلة ان ممكن يكون محروق فبيعمل قفلة كهرباء وهو شغال، فرقعة كهرباء، ولا المشكلة مشكلة جلب. فلما جينا نشغله سمعنا صوته كده، الصوت التخبيط ده صوت جلبة وحشة، الجلب كده وحشة، فالأكس بيخبط. وعشان كده لما بتحركوا الراس كلها بتروح يمين وشمال، فيها حركة بوش يمين وشمال، ده معناه ان الجلب وحشة. تمام. فاحنا نبتدي نفك الجهاز ونطلع الموتور ونشوف الجلب اللي عايزة تتغير ونغيرها، لان هما طبعا يبقوا اتنين، ممكن نغيروا واحدة ممكن نغيروا اتنين. انا دايما بفضل نغيروا الاتنين، طالما احنا فكينا الجهاز يبقى نغير الاتنين افضل. تمام. فاحنا هنفك الجهاز ونغيره الجلب وارجع لكم مره تانية. طبعا احنا زي ما احنا شايفين الجهاز بعد ما فكينا الارضيه بتاعته، ده بيبقى منظر الجهاز من تحت. بنبتدي نفك بقى المسامير ونشيله السير ونشيله القاعده الشاسيه الحديد ده كله عشان نطلعه الموتور. تمام. نطلعه بقى الموتور واحده واحده. بعد ما نطلعه الموتور نبتدي ان احنا نشوفه الجلب بتاعت الموتور ونفكه، وشوش الموتور نطلعوه من بعضه علشان نشوفه الجلب. يعني المفروض ان هي طبعا الجلب تبقى متبرشمه مش بمسامير او زي المراوح، بنضطر ان احنا نخرموها بشنيور. خلاص، نشيل البرشام القديم ونعمله برشام جديد. طبعا الموجود في السوق برشام بيبقى واسع، فلازم بنوسعه الفتحات اللي هيتحط فيها البرشام بتاع الجلب. برضو وانا شغال وانا يعني هوريكم اللي انا بتكلم فيه ده كله عملي. تمام. واحنا هنا هنفك الاول المسامير بتاعت الموتور ونشيله السير ونشيله شاسيه الحديد ده كله. تمام. هنا يا جماعه احنا فكينا الموتور زي ما احنا شايفين. طبعا الصدى عامل ازاي، منظر بشع، في طحالب طالعه على الموتور ما شاء الله طبعا الصدى ده كله لازم يتصنفر. طبعا الجلبه رايحه في 60 داهيه فعليا. تمام. فبعد ما نصنفره بقى العمود دوت نبتدي ان انا نفك الوش. بص بقى انا بتكلم فيه ان الجلب ديت بتبقى متبرشمه برشيم رفيعه جدا، احنا طبعا ما عندناش زيها، فبنضطر ان انا اخرمها ببنط رفيعه واوسع الفتحات ديت واعمل برشام جديد اصغر مقاس عندنا اللي هو 3 مللي. تمام. ونحط برشام جديد نمسك بيه الجلب الجديده. طبعا ورا هنا في ترس، ده طبعا بيتشال، لازم يتسخن عليه. تمام. علشان يطلع من مكانه من غير ما نضطر ندق عليه ولا حاجه. بنستخدمه مسدس سخونيه او بوري سخونيه ايا كان، بحيث ان انا اديله الحراره المطلوبه لحد ما يطلع معانا بطريقه سلسه فاحنا دلوقتي زي ما قلنا هنفك الموتور والاكس دوت هيتصنفر كله ويتغير الجلب ديت، ونرجع نقفل الموتور تاني ونقفله الجهاز تاني كله ونجربه تاني مع حضراتكم ان شاء الله. هنا يا جماعه احنا جمعنا الموتور تاني وجمعنا الجهاز بعد ما قفلنا الجلب زي ما قلنا. دي طبعا منظر واحده من الجلبتين، شايفين منظرها عامل ازاي، حاجه بشعه، الجلبه متاكله كلها. وهنا طبعا ده صوت الجهاز اهو بعد ما ركبنا الجهاز رجع صوته على وضعه تاني، مفيش التخبيط اللي كان بيحصل ولا صوت التزييق بتاع الجلب ولا الكلام الفاضي دوت. كده نبقى احنا الجهاز كده ان شاء الله تمام. ارجو ان يكون الفيديو حصل اعجابكم. شرفتني كلكم بالمتابعه. لو في اي حد عايز يستفسر عن اي حاجه انا تحت امر الجميع. السلام عليكم ورحمه الله.